خلونا نتغزل بمجتبى محمد. نعم. والله العظيم اريد اهنيك أيه. واهني نفسي والبرنامج بمجتبى محمد بالعد التصاعدي، وايضا لمدرب الحراس اكرم صبيح. لكن مجتبى محمد عندي انا تجربه وياه، استدعيناه بالاولمبي باول فتره كان حارس شاب، بدا ينضج، لعب مع الديوانيه، لعب النوروز، ارتكب الاخطاء، لكن انا اهنيك على المستوى الثابت المتصاعد والتركيز الذهني العالي والتحفيز لنفسك اثناء المباراه، ثقتك العاليه بنفسك، هدوء داخل الهدف. اهنيك مجتبى محمد. دقيقه 25. طبعا مثل ما تفضلت كابتن، شوف احنا وكان محور حديثك في بدايه الحلقه بعمليه التاسيس، عمليه التاسيس مهمه صح. جدا بصراحه. انا اول شيء اشيد بالمدربين اللي تاسيسهم في نادي الميناء، الاخوان سلمان صدام سلمان، واللي اشرفوا عملهم بالفئات العمريه، هذا فئات العمريه صح. اضافه اجى فتره عندنا منتخب شباب، فتره عندك في منتخب الاولمبي صح. هذا هو التاسيس الصحيح، وبالتالي يعطيك انتاج وين؟ في قمة الهرم. مجتبى محمد أنا أول شيء أهنيه على المستوى الثابت والمتصاعد من مباراة إلى مباراة، وهذه الفرصة من تجي دائما لحارس المرمى الشاب ويستغلها بأفضل استغلال، هذا الحقيقي بصراحة صح. فشوف مجتبى محمد كان أول شيء دقة التركيز والثبات والانتباه، يعني مركز جدا عالي. هذه عنده هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شوف الكرة ايش قد راحت باع، ايش قد بيها ميلان، ايش قد بيها راحت وميلان، واضافة صار وين الدفع للجانب كلتا اليدين، التحضير المبكر بالضبط، هو التحضير وحتى وقت جسمه شكله كذا، وحتى الدفع باثنين كلتا اليدين وين للجانب البعيد وبالمساحة الآمنة. مجازفة بس هاي شوية محسوبة عليك، وهذه بيها شغلتين، سلبي وايجابي. الحالة الأخرى هذه السلبي والإيجابي. السلبي إنه أنت ما قرأت موقف، أنا صعب. شلون أتصرف حركي، يسمونه الذكاء الميداني. أنا ما أخذ الموقف، ألعبها بوجهها قبل، ألعبها بعيد، ألعب على اليمين اليسار، يسمونه قراءة موقف. أنت ما قرأت موقف، لكن صعب. أنت وانضغط صعب، لكن الذكاء اللي سويته واستخدام المهارة هذا يحسب لك، لكن تكرارها مو صحيح. صارت عندك مرة وراحت، لكن هاي لو مخطوفة أنت مخسر فريق. فنرجو الابتعاد، أنت يعني مستواك ما شاء الله متصاعد، شايدين احنا بيك، نتمنى ثبات المستوى والتوفيق لك. أشكرك. شفت دكتور نجم يختصر ولا يتعبني وياخذ وقت. لا تضغط له بالاخير بعدين شرح قوي، بعدين اجيكم. هاي الكرات اللي انا احبها. 75 اعطيني اياها من البدايه، هاي لا اموت عليه. كلش هاي الكره كلش. انا الحارس اللي ما يطلع للكرات العاليه يوقف بجول فعلا. متواصله. طبعا هي الصفه من الصفات او مميزات اللي يمتاز بها حارس المرمى، يحسم الكرات العاليه ويحسم وين يقتل الفراق اللي بينه وبين المدافعين. طبعا هذه مجتبى نتيجه المباريات المستمره صارت دكتور حسين نعم صار ثبات بالمستوى. شوف وين يعني هذا انا اهنيه فعلا هذه وراح وين يعطي اريحيه ويعطي ثقه لمن النفس وللمدافعين ومدربه. فهذه بصراحه تحسب لمجتبى، واخذ شوف وين بالثلث الثالث في نقطه الجزاء. احنا الجزاء تتقسم 3 اقسام، 6 الاولى و6 الثانيه 6 الثالثه، وبالتالي اخذ هذا المكان والفراق، وبالتالي اعطى اريحيه للمدافعين وحسم كره خطره. واكيد يستحق حارس الجوله للمره الثانيه. طبعا سكنر واسع، 3 متتالي كلين شيت، ومستوى اكو كلين شيت ما جايتك ولا كره، هذا ما نحسب احنا بكلين شيت. صحيح. احنا كلين شيت مع تاثير. هذه الكره باع اللي ميزها كابتن صح جولي. شلون عرفته صح جولي؟ كفر المدافعين والمهاجم وقف، نتيجة صوت صح. هذا الصوت لازم يطلع، ما يتفاجئ. لغة التواصل. نعم اكيد. شوف يعني بعد ليش قد يستحق الجائزه ما شاء الله. هو راح نحسب الحالات المؤثره، وجائزه الشهر القادم يستاهل ان شاء الله الكرخ.